اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الورد ويا صباح الياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده غدا جميل وسريع وخفيف على المعدة ان شاء الله. هعمل معاكم أرانب وملوخية، يا رب الطريقة تعجبكم. يلا نبدأ مع بعض الفيديو. هنا غسلنا الأرانب حلو جدا ونقعتها بمية وبملح وبليمون، بس الخل بيزفر اي طيور عشان تبقوا عارفين، الخل بيزفر لو نقعناها بيه. هنا حطيت حلة على النار وبغلي فيها شوية مية وبحط فيها الأرانب معاها نص معلقة خل تشيل الزفارة بس، لكن مش بننقع الأرانب بيها. هتاخد غلوة وهنكب ميتها. هنا شوفوا هنا ايه غلت، فانا هاخدها اكب ميتها. شوفوا هنا بقت زي الفل، وغسلتها تحت الحوض تحت الحنفية في المية. وهنا هشوحها بقى. هنشوحها بايه؟ طبعا انتوا عارفين طريقة التشويح بتاعتي. الحلة طبعا غسلناها تاني عشان ريحة الزفرة. وهنا هنعمل مستكة حبهان ورق لورا وشوية زيت صغيرين، وهنشوحهم في الزيت وبعدين نقوم حاطين عليها الأرانب. ننزلها مع الزيت كده والمستكة والحبهان، يدينا طعم خطير خطير خطير. جربوا طريقتي دي في الأرانب والله، ولا هتلاقوا زفارة ولا أي ريحة من غير مستحب. هنا نزلنا عليها بالمية السخنة، طبعا مش هنزل بالملح الوقت اما يبدأ يدخل في السوا. هنا شفتوا هنا بعد ما غلت الشوربة بيضة زي الفل. تشربي احلى شوية شوربة ارانب، طعم وريحة وبصوا واللون زي الفل. هنا بقى حطيت الملح اما قرب يدخل في السوا، لان انتوا عارفين ان الملح بيعطل السوا شوية. بوريكم الشوربة هنا بيضة زي الفل. يا ريت تجربوا الطريقة دي معايا. هنعمل مع بعض شوية الملوخية الخضراء. طبعا اخدت كوباية ونص شوربة على كيس الملوخية ديت انا بعملها طبعا بخرطها في البيت وبكيسها، بعملها اكياس نص كيلو. والله لو حابة انت تعملي نصها عادي. هنحط ملح وثوم شطة معلقة كزبرة قطعة ماجي، لو حابة مش حابة خلاص براحتك. هنا بقى انا حطيت نص معلقه سكر، بتخلي الملوخيه لونها على خضاره ما بيتغيرش ولا بيسود. وبننزل بالملوخيه. الملوخيه بتطلعيها من قبل ما تعمليها بنص ساعه يا دوب تفك، ما تخليهاش تفك جامد قوي عشان ما تسودش مننا، ولا تحطها متجمده. هتاخد وقت لما تفك. هتاخد وقت لما تفك على النار، ويعني هتمليط كده مننا وتقوم ساقطه. هنا على طول ايدي على طول بدوبها بالمضرب او بشوكه زي ما انت حابه. هنا المضرب بيبقى سريع بيدوبها لي على طول. الملوخيه كانت خطيره وطعمها سكر سكر سكر. شوفوا خضره ازاي وعلى لونها. دي تخريط ايدي وبعملها في شغل، طبعا شغل التفريزات بتاعي. يا ريت تجربوا طريقه الارانب ديت وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هنا اول ما هتغلي اقوم قافله عليها، يعني لسه هتبدا تغلي. هنا خلاص الشوربه الارانب استوت، وهطلعها طبعا من الشوربه واحطها في طبق على جنب. هنا بشيل الارانب وبصفيها وبطلع بقى اي ورقه لورا بنرميها طبعا عشان مش مستحبه نحطها في الشوربه وكلام من ده. خلاص هنا خلاص بقى خلصنا الارانب. وطبعا هنعمل الرز الابيض. طبعا مش هعمل معاكم رز الابيض، احنا عملناه قبل كده وكلنا نعرف نعمله. هنا خلاص هنحمر الارانب بحط بيضتين او بيضه زي ما انت عايزه، وشويه ملح وشويه فلفل، بوبهم حلو قوي. وبعمل الارانب بغطسها كده بالبيض وبنحمرها. في ناس بتعملها في بيض وبقسماط، والله طبعا راحتك يعني زي ما انت تحبي. شوفي انت حابه اي طريقه واعمليها. احنا مش بنأيدك بحاجه، والله كل واحد على حسب ذوقه في الاكل. انا بحبها بالبيض كده بس، لكن البقسماط لا ما بحبهاش. هنا بنحط البيض في الناحيتين عشان يبقى كلها متغلفه بالبيض، وبنحمر وبنحطها في المقلايه ونحمر. والله سهله وطريقه سهله وبسيطه واكل خفيفه في الحر ده.
يعني هي يعتبر من الاكلات الخفيفه جدا. والملوخيه طبعا مش عاملينها بطماطم ولا اي حاجه، هي سهله وما فيهاش اي حاجه. هنا هنعمل الطشه بالثوم. بعد ما حمرنا الارانب، ناخد بقى ايه، نحط شويه معلقه سمنه وحته ثوم وحبه كزبره ناشفه، معلقه كزبره، ونقوم ايه محمصينها كده لحد ما نشم الريحه وايدينا فيها، ونقوم حاطين الملوخيه عليها عشان يبقى كلها اخده من الكزبره بالثوم. ونقوم طبعا شاهقين الشهقه. شوف الملوخيه تحفه، وسكر سكر سكر. عايزاكم تحطوا نص معلقه السكر دي في الملوخيه، بتخلي طعمها خطير والله. هنا بقى الشكل النهائي للاكل. الارانب اهي اتحمرت والشوربه زي الفل بيضه، والملوخيه خطيره 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 وفيها عرق جبار، تحفه تحفه. يا ريتكم تبقوا معايا وتدوقوا طعامه الملوخيه. هنا بدوق معاكم بقى ايه الرز والملوخيه والفص. شوفوا الارانب بيضه زي الفل. يا رب يكون عجبتكم وصفتي، وبتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وتشوفوا انتوا عايزين مني ايه الفيديو الجاي وانا اعمله لكم تحت امركم. باي باي.